اهلا بكم. هنعمل النهارده قدرة قادر او الكيكه المستحيله. حلا بارد سهل وجميل قوي، ومقادير موجوده في البيت وبدون حليب مكثف او حليب بودره. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا، ولو اول مره تشوفوني انا اسمي مي. وما تنسوش تشيروا كمان الفيديو مع اصحابكم. يلا نبتدي. هنحتاج كوبايه الا ربع من السكر، وكمان ربع كوبايه من الميه. واحاول ابل السكر كده بالميه عشان كله يتكرمل مره واحده، واسيبه على نار متوسطة. واول ما يبدأ يغلي الاول وبعدين هتلاقوه ان هو بدأ ياخد لون. هو مش هيتكرمل بسرعة، هياخد وقت معانا شوية، فمنحاولش ان احنا نبعد عنه. اول ما نوصل للدرجة دي نقلب تقليبة كده عشان كله يتكرمل ويبقى واخد نفس اللون. خلاص وصلنا للدرجة اللي احنا عايزينها، يعني لون بني فاتح شوية مش غامق قوي عشان ما يبقاش ممرر معانا. دي الدرجة اللي قبل اللي احنا عايزينها، عشان على ما نشيل الصينية او الطاسة من على النار هتلاقوه ان هو بدأ يتكرمل كمان شوية من حرارة الطاسة. ده بقى اللون اللي احنا عايزينه. افضيه في قالب 26، وكمان المقادير دي ممكن نحطها في مقاس 24. احاول ان انا اوزعه كويس بسرعة عشان ما يجمدش مننا. وخلاص وزعته كده اسيبه لما يهدى خالص ويبرد ويكون مسك نفسه كده. نبدأ نعمل الكريمة بقى. هنحتاج 5 بيضات، وكمان 3 كوبايات ونص من الحليب. هما هيبانوا ان هما 4 كوبايات، بس هنشيل نص كوباية كده على جنب عشان الكيك. وهنحتاج كمان كوباية الا ربع من السكر هنا مظبوط. عايزينها مسكرة شوية حطوا كوباية. وحطي كمان لكل بيضة كيس فانيليا. تمام. هو هيبان ان البيض كتير، بس هي بصراحة تستاهل الكيك وطعمها تحفة جدا. حطيت البيض والسكر والحليب والفانيليا في الخلاط، وابدأ ان انا اخلطهم خلطتين كده بس لحد ما اتأكد ان السكر داب. ممكن نضربهم كده بالمضرب اليدوي، بس هتاخد معانا وقت يعني 5 دقايق كده لحد ما السكر يتأكد ان هو داب. اضربه ضربتين وبعدين افضي الخليط بتاعي من مصفى كده، اصفيه على الكراميل اللي هو مسك نفسه. تمام. لو انتوا متضايقين من الرغاوي او الفوم اللي حصل من الخلاط شيلوه، انا مش فارقه معايا. تمام. اسيبه على جنب كده ونبدأ نجهز الكيك. هنحتاج بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، وكمان كيس من الفانيليا، واحط كمان كوباية الا ربع من السكر. ابدأ ان انا اضرب البيض والسكر كده لحد ما اللون يبقى فاتح، وفي نفس الوقت ان القوام يتقل شوية. اوصل للدرجة اللي انتوا شايفينها دي، ابدأ انزل عليهم ربع كوباية من الزيت وكمان نص كوباية من الحليب. لو احنا نضرب في الخلاط نحط البيض والسكر ونضرب ضربتين كده، وبعدين ننزل الزيت واللبن. واحط معلقه صغيره من الخل بتدي هشاشه للكيك وفي نفس الوقت بتمنع زفرة البيض. احط المكونات الجافه بتاعتي كوبايه ونص من الدقيق وانخلهم كده، واحتاج كمان كيس من البيكنج باودر ورشه ملح. واحط كمان معلقه من الكاكاو وابدا ان انا انخلها كده، وبعدين نقلب بقى الكيك كده. ولو لقينا ان الخليط الكيك تقيل شويه نزود معلقه من الميه او معلقه من اللبن على ما يظبط قوام الكيك. زي ما انا عملت كده لقيت ان القوام تقيل شويه، زودت بس معلقه كده. قلبتها وتاكدت ان القوام انظبط، قوام الكيك انظبط. ابدا ان انا افضيها على الكراميل او الكريم كراميل اللي احنا راكنينه على جنب. وعلى فكره انه اللبن اللي احنا استعملناه في الكريم كراميل بدرجه حراره المطبخ. بوزع خليط الكيك كده وادخلها في فرن مسخن قبل كده اول ما بدأنا نعمل الكراميل على 180 في الرف الوسطاني، وكمان المروحة شغالة والنار كمان شغالة بس من تحت. تمام. هتاخد معانا 45 دقيقة لحد 50 دقيقة على حسب قوة الفرن. ببدأ ان انا احط الصينية بتاعتي في صينية اوسع شوية، واحط مية مغلية يعني نص القالب كده. ادخلها بقى الفرن وبعدين تطلع اسيبها لما تهدى خالص وادخلها التلاجة تبات يوم. انا دخلتها الفرن وخرجت من الفرن وسبتها بردت وبعدين دخلتها التلاجة. الحاجات الرغاوي دي بقى اللي انا قلت لكم عليها من الاول شيلوها لو هي هتضايقكم، هي مش هتضايقني. تمام. ببدا ان انا احطيها في صينيه، احطها في صينيه واحط كمان الميه السخنه واسيبها تهدى بس شويه وبعدين اقلبها. وده شكل الكيك بعد ما قلبناه، والكراميل سايح كده والكيك مفصول خالص عن طبقه الكريمه. بجد تحفه جدا. نقطعها كده ونشوفها قد ايه ان هي شكلها شيك كده وعسول. وبس كده. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا. اشوفكم في فيديوهات تانية، وباي باي.